السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو لسه بتشوفي قناتي لأول مرة، أنا مطبخ نوفي. أتمنى منك لو الفيديو بتاعي عجبك ومحتوى قناتي عجبتك تعملي لي لايك واشتراك في القناة فضلا وليس أمرا. يلا بينا النهاردة نعمل قرنبيط بطريقة حلوة جدا، اللي يشوف يقول فراخ كنتاكي. يلا بينا نشوف الطريقة والمقادير مع بعض. يلا بينا. معايا هنا أنا عاملة طبقين النهاردة، بس كل فيديو لوحده. الكبدة وال والقرنبيط. كنت اقول لكم الكبده والكنتاكي، الكبده والقرنبيط، بس الكبده تبقى في فيديو والقرنبيط في فيديو تاني. احنا هنا معانا القرنبيطه وبنقطعينها، بس لو لقينا فيها الحتت السودا دي بن بنقطعها بسكينه او نغسلها بخل بعد ما نقطعها بسكينه. لو انت مقلقه منها يعني، بس هي عادي نضيفه جدا ما فيش فيها اي حاجه. بنجيبها كده وبنجهز ميه على النار فيها ملح وفيها كمون عشان الانتفاخات والغازات بتاعه القرنبيط، زيه زي الكرنب بالظبط. ما نقطعش حتت رفيعة قوي، لان احنا عارفين ان القرنبيط بيستوي بسرعة وبيتهري يعني. فاحنا مقطعينه حتت كبيرة وفي نفس الوقت هيبقى حلو في السلق يعني، وما نيجي برضو نشتغل فيه في الدقيق والخلطة هيبقى كويس معانا ونقطعه عادي. معانا هنا حلة على النار فيها الملح وفيها الكمون وفيها مية بتسخن. هننزل بقى بالقرنبيط بتاعنا ونسيبه على النار لغاية لما يستوي، ما بياخدش ربع ساعة بالظبط، وبنصفيه زي ما احنا شايفين كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. كده الميه بتاعتنا اهي زي ما احنا شايفين. نظبط الملح بتاعنا طبعا. نبدأ نسقط بقى القرنبيط بتاعنا في الميه كده. نغطي بقى الحله بتاعتنا ونشوف هنعمل الخلطه الجباره بتاعته اللي هتخليه كريسبي ومقرمش وطعمه والله احلى من الفراخ الكنتاكي. انا بقى كده بقلبه عشان اللي طايله ميه واللي مش طايله ميه كله يتظبط كده. ونغطي عليه قيمة 5 دقايق، وبعد كده هنغطي عليه ونطفي ونسيبه في المية لغاية لما نعمل الخلطة بتاعته ونصفيه ونشتغل فيه على طول عشان نحمره. متنسوناش بقى في اللايك والاشتراك في القناة فضلا وليس امرا. معانا هنا دقيق، نص كيلو دقيق، كيلو دقيق اللي انت عايزاه. معايا مج كمان من النشا، ومعايا 4 بيضات او 5 بيضات، ومعايا خضرة شبت انا مقطعاه، ونحط على البيض خل. ومعانا البهار بتاعنا بقى اللي هو الملح والكمون والشطة والفلفل الاسود والكزبرة. هنرب البيض كده مع بعض عشان نبدأ نعمل الخلطة بتاعتنا. طبعا احنا هناخد من الدقيق والنشا ده نعمل على خلطة البيض. ومعانا طبعا مية من الحنفية عادية خالص مفيش فيها اي حاجة. انا النهاردة ما بصورش عندي، انا بصور عند ماما يعني. هما النهاردة قالوا لي تعالي اعملنا بقى القرنبيط، فروحت عملت لهم القرنبيط والكبدة النهاردة. فانا صورت فيديوهم بقى، فقلت ايه هقعد اعملهم معاكم، امنتجهم بقى وانزلهم معاكم واحد واحد. جربوا القرنبيط بالطريقه دي وحياة ربنا فوق الوهم فوق الوصف كمان كده. ولا في زفرة بيض ولا في اي حاجه. احنا بنحط كده البهارات اللي هو الملح والكمون والشطه والكزبره، ما بحطش يعني ما فيش في اي افتكاس. معايا كيس اللي هو الجاهز بتاع الفيجيتار الجاهز، هنحطه برضو مع الخلطة دي. هنزل كده على الخضرة بتاعتنا وهنجهز المية وناخد دقيق من هنا ونشا برضو ونعمل الخلطة بتاعتنا كده. نزل كل اي بيض في الطبق هنزله زيادة، ونبدأ نقلب بقى كده براحتنا. وشايلين كمان شوية من الخضرة دي عشان نجرنش بيها في الاخر كده. نبدأ نجيب المية بتاعتنا كمان وناخد من الدقيق. حطينا النشا بتاعتنا على كده على الدقيق، ونبدأ نحط بهاراتنا برضو تاني وننزل بقى بالخليط الدقيق دوت ايه معانا على الخضرة والبيض والمية. نحط بقى من كل حاجة احنا حطيناها في البيض وفي الخضرة وفي الحاجات دي، نحط منها في الدقيق.
يعني زي ما حطيت هنا زي ما حطيت، هحط ريحة كركم بسيطة خالص، لو عندك زعفران حط زعفران بس ما تكترش عشان ما يبقاش ايه القرنبيط معاكي لونه مصفر من جوه. هنقلب كل الكلام ده عشان البهارات تختلط بالدقيق وبالنشا كده زي ما احنا شايفين اهو. القرنبيط ده احلى واطعم من البطاطس المحمرة بصراحة والله. وممكن تعمليه جنب مكرونة، ممكن تعمليه جنب رز بالخلطة، رز كشري عادي يعني بيمشي كل حاجة. ممكن تعملي بديل المكرونة البشاميل. انا كده باخد من الخلطة، من خلطة الدقيق والبهار هنزل على البيض والخضرة وانزل بمية كمان واقلبهم شوية بالشوكة، وبعد كده اجيب لهم مضرب واقوم مقلباهم يعني بالمضرب انا كده كده يا كده. نقلبه كويس عشان الدقيق بيكتل معانا عشان البيض لزج فبيكتل معانا. طبعا هنجهز بقى زيت غزير على النار في طاسة غويطة عشان نبدأ بقى نقلب هنا وهنا، اتعاملي معاه كأنك بتعملي كنتاكي بالظبط، يعني هتحتاجي كمية دقيق محترمة وهتحتاجي خلطة محترمة، تنزلي من هنا وتحطي هنا وتظبطي الدنيا بقى. كده انا صفيت القرنبيط بتاعي ولسه سخن، وانزل بقى في الخلطة دي وفي الدقيق بتاعي وتاكلوا احلى قرنبيط ما كلتوش في حياتكم قبل كده. بشوف سمك العجينة هنا عشان ايه ما تنزلش قوي من على القرنبيط. هنجيب كيس الفيجيتار بقى عشان نحطه على الخلطة، هنا شوية هنا وشوية هنا، كيس واحد كفاية مش ضروري اتنين. تطعيمة مش اكتر بالبهارات بتاعته، مش قصدي قرمشة ولا حاجة بس هو تطعيمة بس. نبدأ بقى ننزل بقى الثمرات بتاعة القرنبيط في الخلطة. معلش هو بيبقى يعني بيحتاج غلبة جامدة، يعني حتى بيعكعك. مروان بيمس عليكم يا جماعة. طبعا مش هعرف استخدم ايدي، مش هعرف استخدم المعلقه، لازم استخدم ايدي في الخطوه الاخيره وانا بنزله في الزيت عشان يبقى ايه. عارفين انتوا التشبيحات والتشجيرات اللي بتبقى في كنتاكي دي، هتبقى ان شاء الله على القرنبيط ده وهيخرفش منك ومش هيشرب زيت وهيبقى في منتهى الجمال.
شايفين انا بعمل بايدي ازاي؟ زي ما بعمله في كنتاكي بالظبط. كده بقى احنا الخطوة الأخيرة هنروح بقى ايه، هيا بنا إلى البوتاجاز بقى والطاسة. كده الطاسة معانا اهي على النار، فيها الزيت ملياها. نبدأ ننزل بقى بالقرنبيط بتاعنا. الزيت بتاعك يكون سخن قوي عشان القرنبيط ما يشربش منك زيت وما يكونش مقرمش. نار عالية، ما توطيش النار خالص، هتخلي القرنبيط يشرب منك زيت ويطرى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. كده هنملى الطاسة ونسيب بقى الباقي نعمله رميات تانية خالص، فناخد رمية الأول عشان نصورها وبعد كده بقى ايه أتعامل أنا لوحدي بقى. شايفين بدأنا نقلب فيها اهو. طالما عمل معاكي كده خرفش معاكي كده اعرف ان انت ماشية صح، والقرنبيط بتاعك هيطلع صح الصح. اكتبوا لي بقى في التعليقات عملتوا قرنبيط ولا لا، احنا في موسم القرنبيط الايام دي. يلا انا اول مره اكله السنه دي والله عند ماما، فهو بقى اكتبوا لي في التعليقات لو عملتوه بالطريقه دي. واتمنى الوصفه بتاعتي تعجبكم وتنور رضاكم يا رب، ومستنيه منكم دعوه حلوه كده يا رب. ربنا يفكها علينا وعلى امه محمد يا رب، ويشفي امه المسلمين جميعا يا رب، ويفك عننا الكرب والوباء ده يا رب. اللي هيشوفه هيفكروا فراخ والله، مش هيفكروا قرنبيط نهائي يعني. كده بدأ يحمر معانا وهنطلعه في الطبق. نجرنشه بالخضرة بتاعتنا اللي انا سايباها. كده ادي الحاجة وقتها على النار عشان تطلع معاكي مظبوطة وصح الصح وامشي على الخطوات بالظبط، هيطلع معاكي زي ما هو طالع معايا بالظبط واحسن مني كمان. ولو عندك قلاية كهرباء مش عايزة اقولك هيطلع عامل ازاي. هنجيب بقى المصفى دي ونبدأ بقى نصفيه ونطلعه على طبق. نجيب الطبق بتاعنا اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. نجيب الطبق ونبدأ نصفي بقى. طبعا بطفي الزيت على ما اخلص عشان الرمية التانية ما تتلهفش مني وتتحرق. شايفين القرنبيط بتاعنا عامل ازاي؟ اللي يشوفه هيقول كنتاكي مش ارنبي. اتمنى الوصفة بتاعتي تعجبكم وتنور رضاكم وتطبقوها. شايفين وانا بقطعه عامل ازاي. والى اللقاء في وصفة جديدة من مطبخي مطبخ نوع وفقي. ودمتم في رعاية الله، مع الف سلامة ودعوة حلوة منكم. باي باي.